السلام عليكم يا شباب. هنتكلم النهارده عن شويه حاجات تكنيكال في الريفت والدايركت سيبو. اول حاجه، لو انت عندك في الدايركت سيبو ما عندكش الملف بتاع الكشاف، وفي نفس الوقت ما عندك الفاميلي بتاعته، فانت ساعتها تعمل ايه؟ ملف الدايركت سيبو بتاع الكشاف ما عندكش، فانت ساعتها ممكن تعمل حركه لطيفه قوي. تختار اي كشاف شكلا بيكون زي الكشاف بتاعك، وليكن احنا مثلا الكشاف بتاعنا بتاع الريفت هو سبوت. فاحنا جبنا اي سبوت من كتالوج فيليبس مثلا، وهنحط في أي جنب. نزلنا السبوت ده. السبوت ده ليه ليومن معين، وليه درجة حرارة معينة ووات معين. فاحنا عايزين نغيرهم بقى علشان نعمل كشاف خاص بينا نوزع بيه. هنعمل الكلام ده ازاي؟ ببساطة نروح على القايمة دي اللي هي لامس، هنلاقي عندنا بيانات كشاف هنا نقدر نغيرها. اسمه تمام، ممكن نسميه أي حاجة. ليومنس فلوكس الليومن بتاعه ممكن نعمله زي ما احنا عايزين. الباور اللي هو الوات بتاعنا ممكن نغيره كمان. فاحنا هنا غيرنا الاسم واللومينس فلوكس والباور ونوع اللمب، ليد ولا فلوسنت ولا ايه بالظبط. نعمل ابلاي. كذلك ممكن نغير سي ار اي كود بتاعه، وكذلك درجة الحرارة. نطلع خالص، ندخل تاني، نروح على الكشاف، نلاقي الكشاف اتغير زي ما احنا عايزين البيانات بتاعته. نقدر نوزع بالكشاف ده الأوضة بتاعتنا دي مثلا، نبقى بس واقفين على الكشاف ده. ممكن نطلعه بره الأوضة أحسن عشان ما يأثرش في التوزيع. بعد كده نقف عليه، نبدأ نوزع بيه اليومن والوات بتاعنا. زي مثلا اوتوماتيك، نختار الأوضة بتاعتنا وكده وزع لنا بناء على اللي احنا اخترناه اللي هو الهيومن والوات بتاعنا. نقف عليه كشاف منهم عشان نجيب بياناتهم، هنلاقي البيانات بتاعته زي ما احنا عاملينها بالظبط. طب ده لو الايفو مش معانا الملف بتاع الكشاف بتاعه، ومعانا الفاميلي بتاع الريفت. طب لو العكس، لو احنا بقى معانا ملف الايفو وخلاص وزعنا ملف الايفو اللي هو الكشاف معين، وليكن مثلا نوعه زي كده شكلا، ومعانا بياناته. فنقدر كمان في الريفت ان احنا نغير بيانات الكشاف بتاعنا بناء على الايفو. ازاي؟ ببساطة ندخل في الكشاف ده، نبدأ نعدل التايب بتاعه. يفضل في الأول انت تعمل دبليكيت للتايب عشان لو حصل غلط ترجع للتايب القديم. نبدأ بقى نغير في الكشاف بتاعنا زي ما احنا عايزين. مثلا الفولتج بتاعنا خليه 220. تمام. ممكن نغير في الفولت امبير بتاعنا مثلا، وممكن نغير في اي بيانات احنا عايزينها، الموديل، التايب كومنتس، الكوست بتاعه كام، وهكذا. اهم حاجه بقى ان احنا نبدا نغير في اليومن والوات بتاعنا. ازاي؟ الوات زي ما احنا قلنا فولت امبير، ممكن نغيرها كمان من ايديت فاميلي، نخليها فولت امبير، نخليها وات بدل فولت امبير. اما اليومن هنعمل ازاي؟ من هنا ندوس عليها، وهنا اعملها بناء على الوات. هنخليها لومينس فلوكس، ونختار اليومن اللي احنا عايزينه، ليكن 2400. بس اوكي كده احنا غيرنا اليومن بتاعنا. ممكن كمان نغير الكلر بتاعه ودرجة الحرارة، شوف احنا عايزينها ايه ونكتبها. كده نكون شرحنا ازاي نغير في الفيلم بتاعتنا. اخيرا ممكن اساسا نغير، بدل ما نغير التايب ممكن نغير اسم الفاميلي بالكامل. ببساطة ننزل تحت عند الفاميليز، ندخل في الكتريك، في لايتنج فيكشرز، هي دي الفاميلي بتاعتنا. ندوس عليها كليك يمين ورينيم، نخليها اي حاجة مثلا تيست. ودي التايبس اللي موجودة معانا.
ندخل بقى في الفاميلي هنلاقيها اتغيرت للاسم الجديد. كده ممكن نعمل اي كشاف احنا عايزينه حتى لو ملوش فاميلي في الريفت. دلوقتي هنتكلم عن حاجة تانية وهي التتليت. ايه هو التتليت؟ عندنا لينيا مثلا زي الإنارة هنا، مفروض عشان نمنع التتليت إن إحنا نمشي من كشاف نسلم لكشاف تاني ونسلم لكشاف تاني بعده. لكن التتليت معناه إن أنت بتسلم لكشافين. يعني إيه؟ عندك الكشاف ده بدل ما يسلم لكشاف واحد بعده، لا بيسلم في اللينيا لكشافين. زي ما احنا شايفين في 3 خطوط حوالين الكشاف اللي هو الكابلات اللي يدخل فيه. التتليت تتليت في استشاريين كتير مش بيقبلوا بيه، مش بيستلموه في التنفيذ، وبالتالي مش بنعمله في التصميم. وفي تفاصيل اكتر في الموضوع ده ممكن نبقى ننزل لكم بوست عنها موجود. فيفضل ان احنا ما نستخدمش تتليت معانا في المشروع. في الاوتوماتيك وايرنج في الريفت بيعمل تتليت من نفسه، وبالتالي احنا هنعدل في التتليت. زي ما احنا عارفين مثلا ممكن نقف على الواير اللي فيه تتليت وناخد الواير، ممكن نحذفه اصلا. واحنا عارفين ان الكشاف تبع اللينيا بنحطه على اول اللينيا ببساطة يعني. وبس ممكن نجيب الواير من هنا ونشوف اول لينيا فين او ننظمها زي ما احنا عايزين ونحط عليها الكشاف بتاعنا. دلوقتي بقى نتكلم عن شوية اختصارات في الريفت. ببساطة انت لو عايز تكابلر كشاف او اي عنصر، بدل ما تروح للقايمة وتقعد تعمل كوبي، ببساطة تدوس سي اس بيس اون فيس ونحطه في اي مكان هيقعد يكابلر معاك عادي. طبعا لازم تكون اللغة بتاعت الجهاز وانت شغال انجليزي وانت بتعمل الاختصار بتاعك. لو عملته بالعربي مش هيتعمل الاختصار. اختصار تاني معانا بي اكس لو احنا عايزين نشوف مثلا حاجة في 3 دي، بدل ما نروح هنا للقايمة وندوس على البوكس بتاعنا، لا ندوس بي اكس على طول. اهو هو ده الكشاف بتاعنا. طيب كل تابة مفتوحة مع نفسها، يعني هنا التابة دي ودي التابة لوحدها. لكن لو احنا مثلا عايزين الاتنين جنب بعض بحيث نشوف ال 3D مع ال 2D على طول، ببساطة هندوس على WT هيفتح لنا ال 2D مع ال 3D على طول. آخر حاجة معانا وهي معرفة نوع السقف بتاعنا. ببساطة احنا ممكن ندخل في فايل معماري أو حتى في التمبل بتاع الكهرباء أو البروجكت بتاعنا الكهربي، ونمسك أي سبيس معانا. مثلا ده عايزين نعرف السقف بتاعه ايه، ادخلوا في 3D. هي دي الأوضة في 3D. نمسك السقف ده نلاقي إن هو خرسانة. تمام. نجرب تاني مع السقف ده مثلا، نمسك السبيس. هو واضح إن هو سقف ستيم ستيم. تمام. سقف ستيم ستيم اللي فوق منه هو الخرسانة. طيب عايزين نعرف سقف ايه تاني، وليكن السقف ده عايزين نعرف نوعه ايه. مكتوب عليه اهو جبسون بورد، بس ممكن نشوف 3D. اللي اهو السقف بتاعنا. ممكن كمان نرفع شوية نشوف الخرسانة. وده السقف الخرساني واللي من تحت هو الجبسون بورد.